استاذ فلان مات بالامس. عارف ليه؟ علشان ميراث، شوية فلوس، شوية محلات، شوية بيوت، حاجات لا تذكر، بتاع 50-60 مليون جنيه. شوية فك يعني كده. ولكن قريبه زعق، استحملش، خدوه على العناية، طب مات. البقاء لله. ما تيجي اقول لك ايه قصة الميراث؟ يلا بينا يلا بينا. علشان نفهم موضوع الميراث كويس، في شوية خناقات المفروض نتخانقها او نفك الجدل حواليها. واحد، المثلين الشعبيين: ما تحرم وارث من ورثك والكفن ملوش جيوب. لازم الراجل او الست اللي ماسك توزيع الميراث يبقى حاططهم قدام عينه، لانه كله هيتخلص في اليوم اللي مش هيبقى عندك فيه فلوس تدفع بيها مقابل اللي خدته. 2، مفيش ميراث الا لميت. يعني الراجل اللي عايش او الست اللي لسه في الحياة وقرر حد منهم يطلع كل فلوسه لجمعية سين خيرية او لعيل من عياله او يشتري بيها اي حاجة، صدقة جارية مثلا، فدي ما تعتبرش اصلا فلوس ميراث. وبالتالي مش من حقك كمثلا حد من اسرته تقول لا 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 لا، يصرفهم كده ازاي؟ انا لازم يصرفهم زي ما انا عايز، يدوم لي اموته دلوقتي، زي ما حصل مثلا في المسلسل بتاع ايه، بتاع الطوفان. 3، الشخص اللي هيتصدر في انه يوزع الميراث لازم وحتم ولابد انه يكون عارف انه لو مش قد الموضوع ده ما يتصدرلوش، او لو سعادته جواه عدم عدالة او عدم اهلية فبلاش، لانك هتتحاسب على الموضوع ده حساب الملاكين، اللي بنقول عليه في مصر حساب الملاكين. اللي هم مين؟ اللي هم الملاكين. لما حضرتك تنزل القبر وما يبقاش معاك جيوب، ما يبقاش معاك فلوس، ما يبقاش معاك ولاد، ما يبقاش معاك غير ايه؟ عملك، ولو شيء يسير او قليل، شق تمر. 4، قضية الميراث هي القضية الوحيدة اللي التشريع فيها تام كامل، ما فيهوش اي استكمال من السنة، ولكن تطبيق قرآن جه بالميراث كامل مكمل، خلصة مخلصة مقشرة زي ما احنا بنقول كده ايه عندنا في مصر. فالقصة دي ما فيهاش فيها فصال، حضرتك مش محتاج الا انك تطبق الكلام وبس، من خلال مختصين مش اوصياء، ولكن هم الناس اللي احنا بنفرق ونقول ايه خاصة وعامة. فهو مش خاصة وعامة، هو متخصص ومش متخصص. يعني حضرتك لو خريج علوم كيمياء، او انا مش بتاع كيمياء، يبقى حاجة كده ايه؟ خاص من خواص الكيمياء؟ لا مش من مش المجموعة الدورية والكلام ده. قصدي يعني ان حضرتك متخصص في الكيمياء وانا ما بفهمش في الكيمياء، يبقى انا من عوام الكيمياء، وهكذا. 5، الاسلام ما بيبصش للوارث على انه راجل او ست او كبير او صغير، بيبصله بس على انه حد له نسبة. النسبة دي قد كده لما يكون قد كده، وحد بيحجب حد، وحد بيظهر حد، وحد بيقول لحد لا 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 حضرتك ما تاخدش انا موجود، والتاني يقول لا 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 انا اخد عشان انا موجود وعشان فلان موجود وفلان ده جاب فلان ده، واللي بيحضروا القسم ما نساهمش برضو الاسلام. خلص الموضوع، انسى. حتى اللي والده بيموت بيتوصلوا بوصية، وده طبعا زي ما احنا قلنا ملوش علاقة بالهبة والعطية، لان على حياتك حضرتك فلوسك، طبعا اموالك دي اللي هي ايه، اللي هي ممكن تكون بقر، غنم، بيوت، عربيات، دي مش ورث لما حضرتك تتوكل على الله وتفارق الحياة. 6، اوعى تنسى الميراث حق ومسؤولية، وامر لازم تتصدر له ويصدى ليه، وانت اهله بايه؟ بالعلم،
بالمتخصصين، بضمير حي جواك، بانك تعرف انه في الاخر كل ده الى زوال، ودي مش دروشه، لا دي الحقيقه اللي محدش فينا يقدر ينكرها مهما كان جحوده او قوته او جبروته. محدش فينا هيخلق، احنا هنموت وبعدين نصحى عشان بعد كده نخلط. 7، هو انا قلت لك الراجل ده مات ازاي؟ ما قلتلكش. طب اقول لك على الماشي كده بسرعه. الراجل ده هو تاني اكبر واحد في اخواته. طبعا الكبير مات وما خلفش، لكن كان ماسك الناس دي بالمسطره. ليه؟ لانه ما كانش يملكهم بس بسبب انه عمل الامبراطوريه بتاعتهم دي، الامبراطوريه الصغيره يعني اللي هي ايه اللي هي 2-3 جنيه ديت، عملها مع والده، فقدر يحكم بقية اخواته. ولكن لما مات الدنيا فرطت، الراجل اللي مات ده حب يلم، وزع. التوزيع اتظلم فيه، ما تفهمش ازاي يعني. فلما اتظلم فيه حد تاني حس انه اتظلم، فابنه دخل في الموضوع، خناقة، هوب زق عمه وقع، دخل المستشفى، مات. شكرا. اخيرا اتمنى نكون استمتعنا طلعنا سوا. ما تنساش تعمل لايك وشير. كنتم مع مصطفى حسين.